بكم بقى في الفيديو ده الست الشاطرة تقدر تعمل من أقل حاجة أكلة حلوة جدا ومشبعة جدا وموفرة جدا. وفرت لجوزي النهاردة ومصرفتش غير 10 جنيه من مصروف البيت. تعالى أقول لكم عملت إيه. صلوا على الرسول وتعالوا نشوف عملنا إيه في الفيديو بتاعنا النهاردة. بجد مفيش حلاوة وجمال بالطريقة دي، أحلى من اللحمة والفراخ مليون مرة. تعالى أقول لكم بقى عملنا إيه بالعشرة وعملت بيها بقى أكلة حرشة كده وجميلة وتفتح النفس. عايزة أقول لكم الولاد من حلاوتها كانوا بياكلوا صوابعهم وراها. أكلة التوفير يا جماعة، توفير التوفير كمان. تعالوا نشوف بقى أكلتنا النهاردة عبارة عن إيه. أنا طلعت الخضار اللي عندي، كام طماطماية على كام قرن فلفل. اشتريت البتنجانية دي ب5 جنيه، واشتريت بال5 جنيه التانية إيه ياسمين؟ هقول لكم في آخر الفيديو لما تعرفوا أنا عملت إيه النهاردة بال10 جنيه اللي انتوا شفتوها في أول الفيديو. يلا بقى اعملي شير كتير للفيديو ولايك، ومتبخليش طبعا الفيديو بلايك لو الفيديو عجبك. هنضف بقى الخضار بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، هنضفه علشان خاطر اغسله. بصلايه 3 طماطمات او 4 طماطمات، الطماطم كانت عندي صغيره. 3 قرون من الفلفل اللي موجود عندك بقى، احمر الوان اصفر اخضر اللي موجود عندك استخدميه. حبه زيت حلوين، هسيبهم كده يسخنوا. اوعي بقى ما تعلقيش للفيديو ده، هزعل منك. حطي تعليق للفيديو وقولي لي بتتابعيني منين. هقطع بقى البصلايه كده عشوائي على ايدي علشان انا عايزاها تكون حلوه كده وباينه. البصل هيبدأ بقى يتشوح معايا. هحط بقى حاجه مهمه جدا بحطها دايما على البصل وبقول لكم عليها في كل اكلاتي، معلقه سكر على اي بصل بيتشوح بيخلي الاكله في حته تانية. ده في حته تاسعه مش حته تانية. بجد معلقه السكر دي بتكرمل كده مع البصل زي ما قلت لكم. حطوا بس معلقه سكر كده على البصل وشوفوا الاكله بتاعتكم هتروح فين. بجد هتبقى طعمها حلو جدا. السكر كمان ليه فوائد في الاكل، بيضيع حموضه الطماطم. خليكم فاكرين المعلومه دي كويس. كده البصل خلاص بدأ يتشوح شويه كده في الزيت. هنزل بقى بمعلقه السكر اللي قلت لكم عليها اهي، وهديه بقى تقليبه كده علشان انا عاوزاه يدبل ويستوي. والسكر بيعمل كده، بيخليه يدبل ويستوي ما يتحرقش معايا. هنزل بقى بالفلفل الالوان، انا كان عندي احمر واخضر، قطعته بقى كده زي ما انتوا شايفين وهديله ايه تشويحه مع البصل. عايزه اقول لكم الاكله دي والله الطاسه دي اتمسحت. الاكله دي كفت 4 افراد يا جماعه عشان تبقوا فاهمين. فصين توم بقى يتقطعوا كده على ايدينا زي ما قلت لكم قبل كده في كل فيديوهاتي يا جماعه. انا ما بحبش التوم اللي متخزن. انا بحب اسيب التوم راس براستها كده، واخد فص يعني متفصص كده، اخد فص للاكل فصين للاكل واقطعهم كده فريش. طبعا قطعنا الطماطم، تقدري بقى تقطعيها تبشريها زي ما انت عاوزه، بس انا قطعتها كده ايه قطع صغيره. هنزل بقى بشويه توابل بقى كده، نظبط بقى الخلطه بتاعتنا الجميله دي. عايزه اقول لكم ريحتها كانت جباره، ريحتها كانت تحفه تحفه تحفه. شويه ملح، شويه فلفل، شويه من فلفل الاسود، شويه كمون، شويه كزبره، حبة كده من التوابل، حبة بابريكا أو شطة يعني زي ما انت عايزاه حراق بقى حطي له شوية شطة. هتاكلي أحلى وأجمل فول بالطماطم. يعني عايزة أقولك انت هتحسي ان انت مش بتاكلي فول، انت بتاكلي لحمة. بجد حرفيا انت بتاكلي شاورمة لحمة كمان. طعمه بيبقى في حتة تانية. لو انتوا لسه معايا انتوا احسن ناس. ما تبخلوش بقى بالله عليكم على الفيديو بلايك. يا ريت تدعموني بلايك للفيديو وشير كتير للفيديو. انا اختكم ياسمين، يا ريت كله يكتب لي بيتابعني منين عشان دي حاجه بتبسطني جدا جدا جدا. وطبعا صفحتي او قناتي بتكبر بيكو وبدعمكم ليا. يا ريت ما تبخلوش عليا بالدعم ده. بصوا بعد بقى ما كل الكلام ده كده استوى كده واتسبك كده مع بعضه،
هننزل بقى بالفول اللي انا قلت لكم عليه، دي 5 جنيه التانية جبت بيها فول، يعني 5 جنيه الاولانيه ده فول اديته ضربه كده في الكبه، ضربه واحده بس في الكبه بالميه بتاعته، انا ما ضفتلوش ميه، اديته ضربه واحده كده في الكبه، علشان خاطر ايه القشر بتاعه يتفرم شويه، انا مش عاوزاه يبقى مكتل، يعني عاوزاه يبقى ناعم كده ودايب. البتنجانيه بقى شويتها زي ما انتم شايفين كده، بقى ههرسها كده بالشوكه او بالمعلقه عادي، ومش هاحط لها بقى ولا توم ولا شطة ولا أي حاجة من الحاجات دي، إحنا طبعًا مضبطين الفول بتاعنا وحاطين فيه التوم وحاطين فيه البصل وحاطين فيه كل حاجة، مش كل حاجة بقى نحط لها توم. كلي بقى البتنجانية المشوية كده وهي لسه طالعة من النار وهي سخنة كده، بصوا بتطلع دخان، بحبة خل وشوية كمون على كزبرة على حبة ملح، هتاكلي أحلى بتنجان مع عصرة ليمون، لأ بجد بيبقى في حتة تانية. أنا باحب البتنجان بالطريقة دي يا جماعة، وطبعًا لو كان عندي معلقة طحينة كانت هتخلّيه في حتّة تالتة، بس للأسف ما لقيتش عندي معلقة طحينة. معلقة طحينة بقى على حبّة البتنجان دول بابا غنوج بيخلّوه إيه، حلو حلاوة. والله جُعت تاني، يعني أنا بعد ما كلت باعمل لكم الفيديو وبرضه جُعت تاني. حبّة بقى بقدونس كده على وش البتنجان، طبعًا أنتم عارفين أنا كنت مخلّلة معاكم مخلّل الكرنب ده، يعني عايزة أقول لِك مع حبّة الفول بقى حتّة المخلل الكرنب دي في حتّة تانية. مين بقى هيقول لي تسلم إيدِك على الأكلة دي، عايزة أقول لكم بألف هنا وشفا، بألف هنا وشفا، بألف هنا وشفا يا رب لولادي وعلى قلبهم للي كل حاجة. يا ماما قالوا لي ريحة الفول يعني ريحته مش ريحة فول، لأ بجد ريحة لحمة، جربوا الطريقة اللي أنا باعملها دي وبجد هتدعوا لي، هتدعوا لي فعلًا، وهاستنى دعواتكم كده في التعليقات، يا رب دعوة مستجابة من أي حد غريب كده يدعي لي، ولكم بالمثل إن شاء الله. بصوا بقى الكلام، لأ بجد ما لهاش حل، ولا لحمة بقى ولا فراخ ولا أي حاجة، 10 جنيه غدينا الولاد وبسطناهم وعملنا لهم أحلى كلام. فيديو جديد من مطبخ ياسمين، أشوفكم على